شايف اللي انا شايفه؟ سامع اللي انا سامعه؟ المفروض الاجابه الصح تكون لا، يعني كل واحد بيشوف كل حاجه بشكل مختلف وبيسمع كل حاجه بشكل مختلف. نفس الحاجه تلاقيه بيجيب لك العاب العقل ويجيب لك صوره كده ويقول لك ايه، شايف الصوره دي؟ فتلاقي واحد شايف بنت صغيره، واحد شايف ست عجوزه كبيره قاعده على الشط. ليه؟ لان كل واحد بيترجم الحاجه بشكل مختلف. نفس الكلام في السماع، ممكن اتنين يسمعوا نفس الصوت فتلاقي واحد سامع صوت عيل صغير بيعيط، واحد سامع صوت قطه، واحد سامع صوت باب بيزيق. نفس الصوت كل واحد بيترجمها بشكل مختلف، لان الحواس اللي عندنا بتستقبل معلومات من المحيط اللي حوالينا وتبعتها للمخ اللي بيترجمها بناء على البيانات والداتا اللي تم تحميلها مسبقا. ده اللي دخلنا في موضوع العطور. كل واحد بيشم كل عطر بشكل مختلف، كل واحد بيشم كل عطر بشكل مختلف بناء على مستقبلات الحس اللي عنده مختلفه عن الشخص الاخر. ما تسيبش اي حد يقول لك العطر ده حلو او وحش، شم انت بنفسك واختار، لان ممكن حاجه يكون بالنسبه لواحد حلوه جدا، ممكن حاجه بالنسبه لواحد تاني ايه القرف ده. احنا بس بنديك ارشادات، اعتمد على نفسك انت بس، وانفك هو دليلك. عشان كده بنقول never blind by anything، ما تسيش اي شراء عمياني بالنسبه للعطور. بس ده موضوع الشورت الجاي. لايك وفولو عشان اتعلم كل يوم معلومه جديده في العطور خلال شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم.